ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بقالنا كتير قوي 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 ما اتكلمناش مع بعض. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش ان انت تصلي على النبي. بص، انا مدركه جدا 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 ان ممكن ان المجموع ده بنسبه 90% هو مش مجموعك، ومدركه ان انت اتظلمت، ومدركه ان انت مخنوق، ومدركه ان انت مش لاقي كليه، ومدركه ان انت حاسس ان انت اتظلمت جدا. بس انا عايزه اقول لك حاجه يا صديقي، ثانويه عامه استحاله 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 تكون عادله. من ساعه ما النظام الجديد ده بدا من 2021 واحنا في كل سنه بنشوف ظلم اوحش من السنه اللي قبلها. انا دفعه 23، دفعه الخمسينات. اوكي، يعني ايه دفعه الخمسينات؟ للي ما يعرفش ان احنا كلنا جبنا في الخمسينات. طيب دلوقتي المشكله فين؟ او انا مطلوب مني اعمل ايه؟ انا مش لاقي كليه. بص، في حالة ان انت اهلك مش مقتدرين على اي جامعة خاصة، تقدر تدخل حاجة حكومي وتتفوق فيها. مفيش حاجة اسمها كلية قمة وكلية قاع. ده نمبر 1 اكتر نقطة كنت حاسة ان انا عايزة اتكلم فيها وحرقة دمي وخانقاني. طيب فيما بعد عايزة اتكلم في ايه؟ الكليات والتنسيق. ادخل الكلية نور بناء على ايه؟ بناء على المجموع، بناء على الراحة النفسية اللي هبقى فيها، بناء عن الكلية دي مستقبلها ايه، بناء عن انا الاقي نفسي في ايه. ادخل بناء على ايه في الكلية؟ بص، باختصار شديد جدا، بناء على ايه تدخل كليتك؟ بناء على انت شايف نفسك فين. يعني مثلا انا شخص بيحب انه يفهم احداث ويحفظ احداث والكلام ده. كنت عايزه ادخل ادبي جدا واتغصبت على علمي وجبت مجموع مش ولا بد. تمام، ودخلت ادب علم نفس اكلينيكي اللي هي اصلا الكليه اللي انا كنت عايزاها من الاول. تمام. فانت دلوقتي ادخل الكليه اللي انت لاقي نفسك فيها. يعني مثلا ما كنتش انت كنت عايز حاسبات مثلا، او ايا كان الكليه اللي انت عايزها، وتروح قايل اصلا انا مجموعي مش جايب فهي ادخل كذا. لا، ادخل حاجه قريبه. مش قريبه، هقولك مثلا انا عندي ناس صحابي او مش صحابي، طلبه يعني بتابع معاهم، هدفهم في الاقتصاد المنزلي. حلو جدا، فاهمين؟ انا بالنسبه لي فكره انت عايز تدخل ايه دي متوقفه عليك انت، مش متوقفه على مجموعك نهائي. حتى لو كان مجموعك ده مش عاجبك، حتى لو كان مجموعك ده قليل، حتى لو انت اتظلمت، حتى لو ايا كان، بالنسبه لي هيبقى حته الكليه او التنسيق. اولا تنسيق المرحله الثالثه بينزل بعد الدور الثاني، عشان كل اللي بعت لي اغلبهم مرحله ثالثه وبيقولوا لي التنسيق هينزل امتى وهيعلى ولا يوطى ولا الكلام ده. هو عالي او وطي، هو بيعلى ويوطى درجه درجتين مش كتير. يعني مثلا كلنا مثلا بتقبل مثلا من 53 هتقبل من 52 هتقبل من 4، مش بيزودوا مش بينطحوا يعني. انا بالنسبه لي انه ايا كان المجموع اللي انت جبته قول الحمد لله وباسم رب البدايات نبدا. ودلوقتي انت حته الظلم ثانويه عامه دي احنا عملنا لها سكيب. الفتره الجايه في حياتك هيبقى الظلم بنسبه قليله جدا. يعني لو نسبه ظلمك في ثانويه عامه قد كده، فانت في الجامعه هتبقى قد كده. عشان في الجامعه مفيش ظلم الا لو انت قليل الادب مع الدكاتره، او الدكتور ما بيتقيش ربنا والراجل مش محترم، ايهما اقرب. ولكن غير كده مفيش ظلم. فانت هتتعب وتلاقي، تعبت وسعيت في الكليه هتلاقي النتيجه. ما تعبتش وما سعيتش واتمرقعت وقلت اصلا انا كده كده اتظلمت في الثانويه العامه اصلا مش عارفه ايه، لا، الظلم مش بيدوم، دور الضحيه مش هيدوم، اللي انت فيه ده كله مش هيدوم. طبعا انا كل ده لسه ما اتكلمتش في اي حاجه، بس انا حبيت اسمعك الكلمتين دول عشان انت اقرب الناس ليك خايفين يربطوا لك في وشك. ده بالنسبه للحته اللي انا كنت عايزه اتكلم فيها قبل ما نبدا الفيديو. طيب انا جايب حاجه و50 ومش عارفه ادخل ايه. بص هقولك على حاجه، المرحله الثالثه بتبقى متهيألي من الستينات فيما تحت. اوكي، او مثلا نقول من 65. طيب في كليات كويسه، في كليات كويسه جدا. عندك تربيه رياضيه، عندك تربيه نوعيه، عندك تربيه طفوله بس انتساب اعتقد، عندك ادب انتساب، عندك ايه تاني بدي نور، عندك معاهد كويسه جدا. في معهد مش فاكره اسمه علوم التكنولوجيا حاجه زي كده، بتعمل هو سنتين، بتعمل منه دبلومه، بتدخل حاسبات او هندسه لو جبت امتياز في السنتين وعملت المعادله دي. الدنيا معاك هتبقى كويسه مجرد ما تدرك ان دي اختيارات ربنا ليك وتبدا تشتغل على اختيارات ربنا ليك. انا مش هقولك اي حاجه تخص الكليات او التنسيق الا لما المرحله الثالثه تبدا. بس نصيحه، لو انت اهلك مقتدرين ماديا ان هم يدفعوا في جامعه خاصه، مفيش مشكله ان انت تدخل جامعه خاصه، هي مش للفشل ولا اي حاجه. انا في جامعه خاصه يا جماعه، انا في جامعه بني سويف الاهليه، كليه اداب قسم علم نفس اكلينيكي.
هل ده معناه ان انا فاشله؟ لا، ملهاش علاقه خالص بان انت فاشله او انت ناجحه فيها. ان ثانويه عامه مش عادله. في فئه بنات انا عارفاها معرفه شخصيه وكنت بشوفهم على ارض الواقع. هما 3 بنات بالظبط، واحده منهم دي ماي بيست فريند، و2 تاني صحابها. ماي بيست فريند دي كانت 3 سنه، و2 صحابها دول برضو زيها. الاتنين دول لو كانوا جابوا 50% وشالوا، كنت هقول العيال دي خدوا اكتر من حقهم، ما يعرفوش اي حاجه ابيض، وجابوا حاجه 70% وهم ما يستاهلهاش. فده اذا اثبت لي شيء، اثبت لي ان الثانويه عامه مش عادله، اثبت لي انه انتوا اتظلمتوا. احنا اتظلمنا، دفعه 23 اتظلمت ودفعه 26 اتظلمت، سواء في امتحانات سواء في مجاميع، بس انتوا اتظلمتوا اكتر شويه. فايا كان، انا عايزه اقول لك على حاجه، قدر الله وما شاء فعل. ما تحاسبش نفسك على حاجه مش بتاعتك، مش بايدك، ما تخصكش. انت كان عليك السعي وسعيت، هتعمل ايه اكتر من كده؟ مفيش حاجه تانية تعملها، صح؟ ما عنديش حاجه تانية اقولها لك غير لو وصلت لغايه هنا من الفيديو قول لي انت كان نفسك تدخل ايه ودلوقتي مقرر ايه. ما تقررش على مجموعك قد ما انت لو في اي طريق للوصول لحاجه انت نفسك فيها اسعى فيه، حتى لو كل الناس بتقولك دي ملهاش مستقبل، انت فاشل، دي كليه الفشل، دي غيره. صدقني اي حاجه لو كل الناس فكروا فيها بنفس طريقتك اللي هو ده كله بيقول عليها وحشه، انت مش هتوصل لاي حاجه في الدنيا. اوكي، باي.